هلو يا جماعة. أنا اسمي نيفين توماس، عايشة في كندا، ميسيساجا أونتاريو. بالظبط ده اللوكيشن بتاعي. أنا كنت بطلع من سنة أو أكتر من سنة، كنت بتكلم على موضوع الطلاق المدني وباين على الطلاق المدني وعلى كنت اتكلمت في آخر مرة، عملت فيديو من شهر كده على اليوتيوب على حوار، جبت سيرة العابرين والعابرات والناس اللي بيخشوا الإسلام من المسيحيين أو المسيحيات اللي بيخشوا سوري المسلمين اللي بيجوا عندنا المسيحيين. أنا بس كنت بشوف لو في الفيديو. أنا حطيت الفيديو ده على اليوتيوب الشهر اللي فات، وكان البوينت البيربز اللي انا عملت عليه الفيديو ده بالذات لان في ناس كتير، انا لما كنت بعمل فيديوهات على البيج عندي على الفيسبوك افتكروني ان انا بعادي الكنيسه او ان انا مثلا بشتم في حاجه معينه، فانا كده بقيت في صف واحد ضد صف تاني، ولقيت كومنتات كانت بتتكتب ملهاش اي علاقه بالفيديوهات خالص اللي انا كنت بتكلم فيها، كاني بتكلم في نقطه وكاني محدش عايز يسمع الكلام، يعني محدش عايز يسمع انا بقول ايه بالظبط، هم عايزين ياخدوا الفيديو يحوروه ويحطوه بصوره معينه. فلقيت ان في حد من بيج تانية معينه انا بصنفها عن نفسي هيت سبيتش، اللي هو الناس اللي بيقعدوا يقولوا هيت سبيتش وعايزين يتكلموا بقى، عايزين يطلعوا منظر المسيحيين وحش، واحنا عباداتنا خرافيه وبنعبد تماثيل وبخور ويجيب لك معجزه حصلت في الكنيسه يقعد يتريق عليها. انا طبعا ما بحبش اتريق على الاديان خالص، سواء كان الدين المسيحي او دين الاسلام او دين اليهودي او اي حتى البوذي، كل واحد ليه معتقده، كل واحد مؤمن بيه. الاديان كلها موجوده فور ريزن. ده وجهه نظري. لو ربنا كان عايز ان الانسان كلها يبقى دين واحد كان بقينا كلنا على دين واحد يعني، وربنا اللي بيحاسب في الاخر، فاحنا مش هنقعد نحاسب بعض. طيب انا ليه فاتحه الفيديو النهارده؟ انا مش هكرر خالص كلام اللي انا قلته في الفيديو اللي فات، لان الفيديو فات خاص على اليوتيوب. انا عملت الفيديو على الفيسبوك النهارده عشان خاطر الناس اللي معايا على الفيس مينلي، وعشان خاطر برضو انا هنزله على اليوتيوب ليتر يعني بعد ما اخلص. انا ما بطلعش اعمل فيديوهات غير لما في حاجات تستفزني جدا يعني ده طبعي. فيعني الناس انا حره اقول رايي زي ما انا عايزه، يعني انا انسانه حره، انا مش عبده، فاقول رايي زي ما انا عايزه. فانا لما احس ان في اي حد او اي جهه او اي جروب هيحاول ان هو يكتم رايي، لا هطلع اقوله. يعني انا النهارده مثلا ليه بتكلم في كده؟ انا بتكلم بس عشان خاطر انا بتكلم على الطلاق المدني وعلى ما ينفعش يكون في اهانه، ما يكونش في ضرب، ما ينفعش يكون في خيانه، لازم الست تكون مستعده. الست اللي ما تقدرش، يعني ما ينفعش الست تستحمل كل دوت. ربنا خلقنا احنا الاثنين متساويين، العلاقه لازم تمشي من الطرفين هما الاثنين لازم يحافظوا على العلاقه، ودي من تجربه شخصيه. انا كنت متجوزه واحد وكانت حياتنا، انا ما كنتش راضيه عن حياتنا، انا كنيفين ما كنتش مبسوطه، خلاص انا قررت ان انا مش مبسوطه ومش عايزه اكمل حياتي مع الشخص التاني. مش معنى انا اتجوزت قدام الكنيسه وقدام الهيكل ولبست الاكليل والتاج سوري والبلطو وصلوا علينا ان انا هبقى مع انسان الى الابد. لا، انا حره، انا الانسان ده مش مستريحه معاه لاسباب كتيره مش هخوض فيها. انا قررت ان انا بقى ايه، اخوض التجربه كلها. فطبعا لان كانت التجربه، ليه انا بقول انا باخد تجربه واقول كلام انا قلته قبل كده؟ لان انا كنت في مصر ما كانش في حل قدامي. الحل لما كلمت محامي قال لي تغيري دينك وتاسلمي، قلت له لا انا مسيحيه وبحب ديني. رحت على موضوع الطلاق المدني، قال لك انت عشان تطلقي لازم تجيبي شهاده تغيير مله. شهاده تغيير مله دي بتجيبيها من الكاتدرائيه بعد ما طلع عينيكي الكاتدرائيه، ومفيش حاجه اسمها لوايح بقى ومش لوايح وتقعدي 3 سنين و5 سنين، ده برده لحبايبهم، ودي مشكله ثانيه طبعا ان هو في كوسه جامده جدا في الكنيسه. فطبعا لما نلاقي ستات كتير وكلهم ستات ومعظمهم ستات متجوزين، فين وفين لما بنلاقي بنت بتروح الدين الاسلامي؟ يعني فين وفين لما بنلاقي بنت؟ معظمهم متجوزين والست تطلع عن في جوزها وتقول له خلاص انا ما بقتش مراتك وانا محرمه عليك، وبعدين امن الدوله يجيبها واهلها يجيبوها ويقعدوا يقولوا احنا اتخطفت، اصلها اتسرقت، اصلها اتخدرت، اصل بصوا عينيها مزغلله، اصل بص الواد بيعيط، اصل بص السكينه في ظهرها، اصل بص الالوان نزلت. وبعد كام يوم يجيبوها يعذبوها بقى في امن الدوله يجيبوا اهلها، يجيبوا الواد او الجهه اللي ساعدتها عشان خاطر تغير دين ينفخوهم هناك. وبعدين تطلع البنت بعد ما كانت بتكره في جوزها وبتشتم فيه بتقول له ابعد عني وحل عني وانا رحت بمزاجي واخدت ذهبي لان ده شغلي وتعبي. كانت واحده فيهم
مدرسه، والتانيه طالعه خدت ابنها معاها، يعني خطفوها بابنها الصغير. يعني واحده نازله من البيت معاها حاجاتها ومعاها طفلها الصغير، خطفوها بابنها الصغير، سايبين كل البنات، سايبين كل البنات، بنات البنوت اللي سن 15 16 سنه رايحين يخطفوا ستات فوق ال 30 وفوق ال 40 سنه بعيالهم عشان خاطر يخليهم يسلموا. وهم وضلال والوجن الشعب عايش فيه وعايز يصدقه. وبقت اي واحده تختفي بنبقى عارفين ان هي متخانقه مع جوزها، وجوزها ده انسان زباله وبيضربها وبيخونها، والكنيسه مش عارفه تجيب لها حقها. فهي قررت لو راحت سالت محامي ABC هيقول لها روحي غيري الدين. فهي بتروح تغير الدين وبتضحي بدينها وبتضحي بكل معتقداتها اللي هي مؤمنه بيها، عشان خاطر هي قرفت من عيشتها وقرفت من الانسان اللي عايشه معاه، ومش لاقي اهل سبورت هير ومش لاقي كنيسه سبورت هير. الكنيسه والاهل ما بيظهروش غير لما الست بتهرب وتروح بعد كده يروحوا يجيبوها من قفاها بمساعده طبعا امن الدوله، الجهاز العظيم العبقري. طيب امن الدوله بيعمل كده ليه في مصر وبيساعد الكنيسه ليه؟ والكنيسه ليه مش راضيه بالطلاق؟ احنا ليه مش بنسال نفسنا الاسئله دي؟ يعني ليه الكنيسه شايفه كل الحالات دي وكل الناس اللي عندها مشاكل وبتتعذب والست بتتضرب والرجاله بتطلع ممكن راجل يتجوز واحده تطلع مش مظبوطه برضه، تطلع مش كويسه، تطلع مجنونه برضه ما بيعرفش يتطلق. حالات كتير 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 في مصر، ملفات كتيره، مخلين شويه كهنه يتحكموا في الناس ويتحكموا في حياتهم. ايه الهدف؟ ايه البيربز؟ طب ليه امن الدوله جهاز امن الدوله بيساعد الكنيسه؟ ايه البيربز؟ محدش سال نفسه الاسئله دي كلها، عشان خاطر يفضلوا متحكمين في المسيحيين، عشان المسيحيين سواء كانوا 10 مليون ولا 15 مليون يفضلوا قطيع الغنم اللي ماشي وراء كهنه لابسين عبايات سوداء وبيقولوا لهم يمين يمين شمال شمال. طيب تعالوا احنا هنطلع مع السيسي 30/6 نقول ان احنا مش موافقين على مرسي واحنا كلنا معاك يا سيسي، كل المسيحيين يطلعوا لان هم قطيع غنم ماشيين. طب تيجي انتخابات دلوقتي، طب احنا عايزين مين بقى مرشح الكنيسه؟ ما هو اسمه مرشح الكنيسه ما اسموش مرشح المسيحيين، اسمه مرشح الكنيسه. فالكنيسه ترشح يعني مصلحتها مع مين؟ مين اللي هيمشي لها ورقها؟ مين اللي هيخلي الفلوس عشور المسيحيين ما تبقاش تحت عيون البلد؟ ما هو انت في فلوس دلوقتي سواء بتيجي من بره او فلوس بتيجي من جوه الناس، لان الناس متعوده تدفع عشورها. عشورها دي 10% من فلوس المسيحيين. 10% من فلوس المسيحيين دي بتروح فين؟ بتروح الكنيسه. طب الكنيسه بتسجل الفلوس دي عند الحكومه، او الحكومه عندها اكسس للفلوس دي او عارفه الفلوس دي بتروح فين، او مثلا بتدفع ازاي؟ لا. طب هم سايبين لهم الحاجات دي بالاديوره بالكنايس بالمزارع بكل الحاجات دي ليه؟ فور ريزن، في اتفاقات يعني مش معلنه، خلاص مش معلنه، عشان لما يصل 30/6 يطلع البابا مع السيسي ويقول احنا مساندين السيسي وعايزين نخلع مرسي واحنا مش مقتنعين بحكمه بعد سنه. ماشي؟ ومعادين السيسي اللي غلى وضرب الدولار والاسعار غليت والناس طلعت تعيط في التلفزيون ومش لاقيين ناكل واحنا هنبيع كمان جسمنا، هنبيع عيالنا عشان مش لاقيين ناكل، والكيس الرز بقى بكذا، كيلو الدقيق بقى بكذا. الكنيسه طلعت قالت لا احنا مش عايزين السيسي، بس احنا الشعب بتاعنا بيجوع. طب اقول لكم بقى الافحم في ماسبيرو، الحادثه بتاعت ماسبيرو بعد ثوره يناير، لما المسيحيين بقى قالوا لا احنا كمان هنتجرأ وننزل بقى ونعبر عن راينا، ونزلوا عند ماسبيرو كان معاهم كهنه، الجيش بدباباته داس عليهم، داس على رقبتهم وموتهم. حد طلع اتكلم؟ ما حدش طلع اتكلم، لكن طلعوا في 30/6 مع السيسي واقفين جنبه وهو لابس لبس الجيش وقال احنا خلاص احنا قررنا احنا نستقل عشان مرسي هو السبب. ريجاردلس انا يعني بغض النظر ده هو كان كويس ولا مش كويس، ولا كان الدولار بكام ساعتها، كانت الاسعار بكام، كان بحته ايه بتحصل يعني. بس احنا للاسف من نعومه اظافرنا واحنا متعودين نمشي ورا الكنيسه واحنا مغمضين عينينا، اللي تقوله لنا يمين يمين شمال شمال، مع ان ده مش صح. طب انا عرفت منين ان ده مش صح؟ يعني ما انا مش هطلع انا كده مختلفه عن اللي حواليا واعرف ان انا مش صح ازاي. انا كنت في دير انا مش عارفه قلت الحكايه دي قبل كده ولا لا، بس انا كنت في دير الانبابوله مره، كنا متعودين نروحها من واحنا صغيرين ونروح في اوقات معينه ونروح في حاجات. ففي راهب ده كان مثقف جدا وكان بيتكلم لغات، وهو الراهب ده اللي بيشرح التاريخ بتاع الهيستوري بتاع الدير للفيستورز الاجانب اللي هم جايين، بيتكلم كذا لغه، كان مثقف جدا. فقعد جنبي قال لي يا نبيل ما تصدقيش كل حاجه تسمعيها حتى لو قالها لك رئيس الدير. فبصيت له كده قلت له ازاي؟ قال يعني ايه ازاي؟ فشغلي عقلك وفكري، هو انت مين قال انك تمشي ورا الناس عمياني؟ طبعا الراجل ده بقى منبوذ، بعد كده سمعت انه بقى منبوذ وتقريبا كرفوه
وخدوا منه الحاجه اللي كان بيعملها لانه كان بيفكر. انت ما تفكرش، انت ممنوع انك تفكر، انت تمشي كالعبد، كالعبد ورا الكنيسه. طيب احنا مفروض ان احنا عيال الكنيسه، يعني احنا لما الناس ماتت في مسبير ومحدش يتكلم عننا ومحدش خد لنا حقنا. طيب نيجي بقى مثلا في الغربه، مثلا في الغربه إيه، انا بشوف فرق في المعامله. اصل هما بيتكلموا عن يقول لك اصل المسيحيات المسلمين بيغروهم وبيدولهم فلوس وحاجات وبيغروهم بقى بالولاد وبالشهوات، ده الكلام اللي بيتقال عشان خاطر يسيبوا دينهم ويروحوا للدين الاسلامي. طيب لكن المسلمين بيجوا عندنا المسيحيين لا، بيجوا عشان المؤمنين وهم المسيح بيبقى موجود. طب انا في كندا هنا شفت كميه بقى، احنا مسيحيين بنسمي المسلمين اللي بيجوا عندنا بنسميهم العابرين، معرفش عبروا راحوا فين، خط بارليف ولا ايه، بس المسمى ده انا سمعته في كندا من اول ما جيت. مره كنت في الكنيسه، كنت في مكتب اللي هو بيخدم الناس الجديده، فلقيت واحده قالت لي عارفه دي مين؟ طبعا وفيهم كتير بنات برضو سبحان الله، يعني برضو مش المسيحيات بس اللي بيروحوا الاسلام، لا كمان كتير بنات، كتير معظمهم بنات هنا بشوفهم يعني. برضو كانوا مسلمين بقوا مسيحيين عشان يتجوزوا ولاد، يعني الحالتين متساهلين. بس الادفانتج بقى الباكج بتاعتنا بقى انها بتديك فيزا لكندا وامريكا واستراليا، وبتاخد مساعده لمده سنه، وبيجي لك بيت وبيتفرش وممكن نشغلك كمان. ما اعتقدش الباكج دي بتتعرض على البنات الستات اللي بيتضربوا وبيتبهدلوا بيروحوا يبقوا مسلمين، ما اعتقدش الباكج الجميله دي بتتعرض عليهم يعني. فهنا بقى لا، هنا يعني بشوف ادفانتج فظيعه بقى، يحتفلوا يحبوهم جدا ويساعدوهم وتبقى حالتين مختلفين يعني. انا اعرف واحده، انا ما كنت في الحاله بتاعتي وكنت بتطلق وكنت قاعده في مكان وما كنتش بشتغل، فما كنتش لاقيه ادفع ثمن الايجار، فرحت للكاهن يعني ما في الكنيسه، المفروض ان هو الكبير يعني، فبقول له انا مش عارفه ادفع الايجار ومش عارفه اعمل ايه وكده، وفي عمارات تبع الكنيسه يعني لو تعرف تلاقي لي مكان كده. قال لي روحي الشلتر يا حبيبتي، روحي الشلتر تبع الحكومه، ده جميل جدا يا نيفين، ده جميل قوي، مش تدفعي فلوس، جميل قوي الشلتر ده مكان جميل جدا. الشلتر ده اللي هو المفروض ان هو فيه ناس يعني ربنا ما يكتبه على اي حد. افاجئ بقى بعد كده ان هم ممكن يروحوا ياخدوا ناس من الشلتر عادي ويجيبوا لهم شقق ويوظفوهم ويدفعوا لهم فلوس ويفرشوا لهم بيوت. طب ليه ازدواج البعاير؟ لا اصل احنا يعني بنحب نرحب بالناس التانية قوي، نحب كده نضيفهم نضيفهم كده يعني ضيافة ملوكي. ف ده بالنسبة للجزئية دي. لجزئية بقى الطلاق زي ما انا قلت قبل كده، في واحدة بتطلع تعمل فيديوهات على الفيسبوك في مصر بدون ذكر اسامي بس انتوا كلكم عارفينها، هي كانت طالعه بتعيط وبتقول لك جوزي فتح عليا الشقه وكسر الشقه وعمل الشقه وانا جبت شقه تانية وعملت مشروع برفانات فجاه خلعت جوزها سبحان الله في مصر بالقانون العادل، خلعته. معرفش خلعته ازاي، جابت شهاده تغيير مله، فرحت انا بعت لها قلت لها طب انت جبتي شهاده تغيير مله ازاي؟ ما ردتش عليا. طب دفعتي فيها كام؟ ما ردتش عليا، لان انا عارفه شهاده تغيير المله دي صعبه جدا انها تتجاب، وعشان تتجاب من القضائيه مفروض حسب اللائحه اللي هي ما بيعملوش بيها 5 سنين انفصال لو معاكي اطفال. طبعا ما كانش بقى لها 5 سنين انفصال، فادوكي اللائحه ليه؟ عشان انت طالعه بتتكلمي وعندك فولورز بقى وبتتكلمي بقى انت زي بلوجر كده على الفيس، فهم حبوا يسكتوكي. يعني ده مثال صارخ للتبعيه. اعرف واحده تانية جوزها كان عنده عجز ماشي، بهدلوها 3 مرات كشف طبي، كل سنه مره. طب انت كل سنه مره ليه؟ وبنت بنوت قعدوها 5 سنين لغايه لما ادوها تغيير مله، واتقرفت في المحامين، دفعت فلوس كتير جدا، وتقرير الكشف الطبي بيقول ان هي بنت، يعني حاله يعني واضحه، بس عذبوها وكل شويه بيعملوا لها كشف طبي نظام هنشوف بقى انت زي انت شريفه ولا لا، انت زي ما انت شريفه ولا مش شريفه. ذل. ايه الهدف بقى من المنظومه دي؟ ايه الهدف بقى ان الذل يفضل كده والعك ده يحصل كده؟ لازم نتحكم فيهم عشان خاطر لما نقول لهم يمين يبقى يمين، ولما نقول لهم شمال يبقى شمال. طيب مين انا الوم على مين؟ لما نيجي حد نلوم على مين؟ في ناس تيجي تمسك زي اللي كان عايز ياخد الفيديو بتاعي ويحطه على البيج عنده هيت سبيتش، يمسك في الكنيسه. انا حقيقه لا الوم الكنيسه فقط، انا الومها ولكن ما الومهاش هي فقط. الوم مين بقى؟ الوم الشعب.
الوم الناس. ما هو في مثل عندنا في مصر يقول لك ايه، يا فرعون ايش فرعنك؟ ما حد لقيتش حد يلمني. بمنتهى البساطه هم بيروحوا يجبروكوا ويمسكوكوا من رقبتكوا عشان يعني تبقوا اتباع عميان للدرجه دي. انت تروح الكنيسه مكان للصلاه وتصلي تعمل عبادتك، لكن ده ولا مكان للسياسه ولا مكان للمصالح ولا مكان للحقوق المدنيه. لو المسيحيين من زمان قالوا لا احنا مش هنربط الحاجه دي بدي، واحنا لينا حقوق ولينا لما نحب نتجوز، لما نحب نتطلق، لما نحب نمارس حياتنا نمارسها، والكنيسه مكان للصلاه فقط، ما كانش حصل كل ده. ولكن المسيحيين مستمتعين ان هم عبيد. عشان كده لما اجي اقول احنا مش عبيد بس انتوا عبيد، يزعلوا يقول لك لا انتوا بتقولوا علينا ليه عبيد؟ ليه بتقولوا علينا جهله؟ عشان انتوا عملتوا في نفسكم كده، انتوا خليتوا نفسكم كده، ما رفضتوش الوضع اللي انتوا فيه، استسلمتوا للوضع اللي انتوا فيه، ماشيين كالغنم مخلينهم يسوقوكوا. ليه بتعملوا في نفسكم كده؟ يعني مش مصدقاكم، ليه بتعملوا في نفسكم كده؟ ليه دايما ماشيين ورا يعني خط معين اللي يقول لك يمين يمين شمال؟ هو على فكره ربنا مش هيحبك كده، ربنا مش هيحبك عشان انت تطيع الكنيسه. انت اكيد سوري انا جاي تليفون. المفروض انك انت يعني فمفروض ان انت ما تطيعش حد معين، ما تطيعش شخص. انت مفروض انك انت تمشي ورا مخك، تمشي ورا عقلك، تشوف الناس اللي عملت كده وتعمل زيهم، تشوف الناس اللي عملوا كده تعمل زيهم. يعني انا مثلا كنت مشتركه في جروب هنا في كندا، جروب ستات المفروض للمسيحيات يعني، وكميه ستات كانت، ليه بقول لكم احنا بنعمل في نفسنا كده؟ كميه ستات كانت بتعمل بوستات انونيموس من غير اسم، بتقول انا بتضرب، انا بتهان، انا بتخان، انا هيخنقني، هيموتني، هيعمل كذا كذا. فاجي بعد كده رحت عملت كومنت، اميره عملت كومنت وقلت يعني انت قاعده ليه او مش قاعده ليه، انا مش فاكره الكومنت بصراحه، وان ما ينفعش تبقي كده يعني، وان انت ما ينفعش تبقي مهانه كده. انت مهانه ليه؟ انت في بلد فيها قوانين مدنيه، ممكن تاخدي حقك، ممكن تطلقي، ممكن تاخدي سباوس سبورت، ممكن تاخدي شايل سبورت، ممكن تحاربي على الكاستودي، عندك اوبورتيونيتي في الشغل انك تشتغلي، مفيش بطاله زي مصر، مفيش في قوانين تسندك، ولو عايز تاخدي سبورت من الدوله زي الليجال الويلفير ممكن تاخديه وتعتمدي على نفسك. يعني انتوا عقليه المصريين بقى، انتوا خايفين من ايه؟ يعني انتوا خايفين من ايه هنا في كندا انك انت تخوضي التجربه دي، تستحملي الضرب والاهانه والخيانه وكل الحاجات دي عشان شكلك قدام الناس، وعشان ما تنزليش في مستواكي المادي، او ما تبقي انت عايشه في بيت وخايفه على البيت، وخايفه انك ان البيت يتباع. ماشي؟ فانا لسبب ما الستات بتوع الجروب اللي هو انا هسمي ناس كتير، مش الستات، هسمي فيهم نوعيه كتيره يعني، او مش نوعيه كتيره، الناس اللي مش عاجبها كلامي اللي هم نوع من انواع العبيد. لا دي بتتكلم ازاي كده؟ هم عايشين في كندا، ازاي بتتكلم كده؟ ازاي بتقوم على الطلاق؟ ازاي عندها راي؟ ازاي هي حره؟ فنعمل ريبورتات بقى، نعمل ريبورتات كتير 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 عشان خاطر هي ما تبقاش معانا في الجروب. احنا مش عايزين نسمع راي، احنا عبيد ومبسوطين ان احنا عبيد، فاحنا ما بنحبش الراي الحر. يعني مهزله يعني، وصل بيهم لدرجه ان هم مش عايزين يسمعوا الراي، مش عايزين يشوفوا الكومنت اللي فيه راي يبينهم قد ايه ان هم بينهم وبين نفسهم قد هم عبيد، قد ايه هم مش احرار لا يملكوا ارادتهم. فكروني بالقصه اللي كنت قلتها قبل كده بتاعه الجنود اللي دخلوا على ستات القريه واغتصبوا كل الستات ما عدا ست واحده، ولما طلعت هي ست حره، طلعت وقتلت، طلع ماسكه راس الجندي وقتلته، اتجمعوا عليها ستات القريه وقتلوها، قالوا لها انت هتيجي، انت الشريفه الوحيده اللي فينا، هيجوا رجالتنا من الحرب يلاقونا احنا الوحيدين، احنا كلنا دم اغتصبنا ما عدا انت الشريفه الوحيده اللي فينا، فراحوا مموتينها. يعني ده مثال بسيط. ف يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه، بس زي ما انا قلت احنا السبب، مسيحيين السبب مش الكنيسه. محدش بيجبر حد على ايده، لان هي مش ماسكه لحد حاجه. يعني لو الطرف الثاني بتديله مثلا، بتساعده في حياته، بتديله فلوس، بتديله فيز، بتديله شغل، بتدفع له في البيت، ماشي، عنده ادفانتج. وفي ناس ما بيفرقش معاها الدين، وده اللي انا اتكلمت منه قبل كده. يعني اي حد بيروح الدين ده او بيروح الدين ده عشان خاطر مصلحه، المفروض احنا ما نزعلش عليه، ما نقعدش نعمل هليله، ما نقعدش نعمل، احنا بس نشوف الاسباب ونحاول نحلها.
يا حبيبتي لو انت رايحه الدين التاني مش عشان اقتناع، عشان انت عايزه تطلقي جوزك زباله رمه، اهلك مش واقفين في ظهرك. مفيش قوانين في مصر تطلق الست المسيحيه، مفيش قوانين اصلا تدي سباوس سبورت، تدي يعني سبورت لاي واحده بتطلق فلوس عشان تاخدي نفقه من جوزك او من طليقك على عيالك، تقعدي سنين في المحاكم في محكمه الاسره لغايه لما تجوعي وتبيعي كل هدومك. في بطاله في البلد، فما في الشباب اصلا مش لاقي يشتغل، مش لاقي ست معاها اطفال انها تشتغل. الاهل ممكن يروحوا يجهزوا بنتهم يجيبوا 50 كوبايه و500 طبق وعلب بلاستيك قد كده، لكن ما يحطولهاش شهاده في البنك مثلا عشان خاطر لو جوزها طردها تلاقي فلوس تصرف منها. يعني في كالتشر غريبه، في تراديشن اغبى، فهي بتكسر الست، فكمان مش هتكسر الست ما لقيش قوانين. فعشان كده دايما بقول لكل الناس، يعني دي كانت اكتر نقطه عجباني في البلد اللي انا عايشه فيها، واتمنى من كل قلبي انها تحصل في مصر، ومش تحصل في مصر غير بالناس هي اللي تطالب بيها انها تحصل في مصر، ان الناس تطالب بوجود قوانين. يا جماعه عايزين قانون، ايه الصعب في كده؟ ايه الصعب ان انا افصل الدين عن الدوله؟ انا ديني اروح كنيسه اصلي، اتعبد لربنا في الكنيسه، ايه علاقه ان انا عايزه اتجوز اتطلق اخد نفقه من طليقي، اخد حضانه ابني، اعمل اي حاجه بالكنيسه؟ ليه رابطه ملف الاحوال الشخصيه ليه مربوط بالكنيسه؟ ليه اربطه؟ ايه الهدف؟ ملوش غير هدف واحد، الاستعباد فقط لا غير، التحكم فقط لا غير. والناس اللي بتقبل بكده، الناس اللي بتقبل بكده تبقى ناس مريضه، ناس مريضه نفسيا، ناس راحه ما، لان انت لو فاكر انك انت لما تتجوز هتحكم ان الطرف التاني يفضل يكون موجود معاك لمجرد ان هو ما عندوش فرصه للطلاق، تبقى انت انسان مريض نفسي وما تعاشرش. ما انت لو واثق في نفسك، او انت واثقه في نفسك انك انت هتخشي علاقه واخترتي كويس شريك حياتك وهيقعد معاك عشان شخصك انت، مش عشان خاطر ما فيش طلاق في المسيحيه، مش هتبقي متضايقه ان في طلاق. وهكذا بالنسبه للراجل. لكن في ناس بتدافع دفاع عمياني عن عدم وجود الطلاق لمجرد ان هي خايفه، اصل الطلاق ده دخل مسيحيه بقى ممكن يسيبني ويطلقني وقاعد معايا عشان خاطر انا مفيش طلاق. كتير مسيحيين بيفكروا كده. فطز بقى للناس اللي تتعذب، لا معلش احنا مش هنحد حياتنا ومش هنعمل، لا احنا مبسوطين قوي كده، احنا مبسوطين جدا بالوضع اللي موجود كده، احنا عايزين الوضع كما هو عليه، لان هو في الاخر بيصب لمصلحتنا، لمصلحه بيوتنا، بالباطل. اصل اللي هو الراجل قاعد معاكي ده عشان خاطر مفيش طلاق، هتعيش معاكي مهننك ومخليكي سعيده ومخليكي مبسوطه وامين جدا في معاملته فيكي وما بيخونكيش مثلا من ورا ظهرك عشان خاطر مفيش طلاق. وانا بتكلم كتير جدا وبقول كتير جدا، يا جماعه ابتدوا بنفسكم، اتكلموا في الموضوع، اتكلموا. الكلمه ليها تقل وليها اثر، السوشيال ميديا ليها تاثير حقيقي، ليها تاثير، بس الناس مش عايزه تتكلم، الناس عايزه تعاني وتشتكي وخلاص. المصريين اتعودوا على الشكوى وخلاص، بقينا نطلع نشتكي ونعيط في الموبايلات وخلاص. طيب ما هو احنا المفروض نوصل، الناس تعمل بقى، تبتدي انها تتكلم، توصل لحد في مجلس الشعب، مجلس النواب، تفكر تعمل. لكن محدش بيفكر، بيقعدوا يطلعوا يعيطوا ويصرخوا في الموبايلات وخلاص، مفيش اي خطوات عمليه بتحصل. ونرجع تاني لموضوع البنات اللي بيروحوا يبقوا عايزين يأسلموا عشان يخلصوا من حياتهم الزوجيه التعيسه، ويجيبوهم بقى في التلفزيون، والبنت قد ايه رجعت لاهلها، ونشكر ربنا ان انقذوها من العصابات الوهميه اللي ماشيه تلف في مصر. وطبعا ما بدهمش اي حاجه، طبعا البنات بيبقوا قاعدين ولا بدهم شقق ولا بدهم عربيات ولا بدهم فيز ولا اي حاجه، ولا بيسافروهم دبي مثلا او قطر ويدوهم فلوس وترجع البنت متسيغه، لا خالص، او تتنقل حياه تانية، لا خالص. البنت بتبقى بالعكس هربانه وعايشه حياه يمكن اوحش من كده عايشاها وهي مسيحيه. انا عايزه الاقي واحده بعد ما طلعوها وهي بتحضن جوزها وبتحضن اهلها وهم ماسكينها من رقبتها، بعدها بشهر او شهرين كده تطلع تقول لنا يعني اخبارها ايه. يعني انا ما بلاقيش اي اخبار عنهم، معرفش بيختفوا ولا حياتهم بتتصلح فجاه، ولا الراجل الزباله اللي كانوا متجوزينه فجاه عرف قيمتها لما راحت اسلمت وبدا يكون انسان كويس وانسان جديد، وقلب على تامر حسني وبقى القلب العاشق. يعني فينهم بقى؟ فين الستات دول؟ ما بنسمعش عنهم حاجه ليه؟ يعني ليه السوشيال ميديا مقلوبه لغايه لما يرجعوا هاشتاج طبعا مسيحيين بقى ايه، اي حاجه ضد المسلمين هاشتاجات على طول، وفيرسا فايز يعني العكس برضه، اي مسلمين عكس المسيحيين، اي حاجه برضه عن المسيحيين هاشتاجات. خليتوا الناس للاسف في مصر
الحكومه والكنيسه والناس اللي بيديروا البلد خلوكوا تلعبوا لعبه سخيفه قوي، لعبه المسيحي والمسلم، ويمسكوا في بعض ويحاربوا في بعض عشان يشغلوكوا عن حل البلد. طول عمرهم من زمان، من ايام الملك على فكره كان المسيحيين بيتجوزوا مسلمين، كان في طلع عند المسيحيين قبل بابا كرولوس كان المسيحيين بيطلقوا، وفي حالات كتيره جدا كانوا بيطلقوا وكانوا بيتجوزوا برضه تاني في الكنيسه باي ذا واي. ولائحه البابا كرولوس كان فيها طلاق كتير جدا وكانوا بيطلقوا، وجي البابا شنودة راح لغى اللائحه وعمل لائحه ثانيه. انا ما اعرفش ايام البابا كرولوس والبابا اللي قبليه كان الطلاق في المسيحيه حلال، لما جه البابا شنودة الطلاق بقى حرام. مش عارفه، تقدروا تشوفوا تاريخ الكنيسه وتتاكدوا من الكلام اللي انا بقوله. وكان في جواز كتير جدا جدا مختلط في مصر، يعني هتلاقوا شريف منير متجوز واحده مسيحيه، يحيى الفخراني كان متجوز مسيحيه، وعايشين مع بعض. طبعا عندي سؤال بقى، شعب مسيحي وشعب مسلم في نفس البلد مش طايقين بعض، لكن لما واحد يتجوز واحده مسيحيه بيعيشوا مع بعض عادي في سلام وبيخلفوا ولاد وبنات. ازاي؟ غريبه قوي. يعني لو الاثنين مع بعض دول، الشعبين دول في تناحر فظيع وفي حرب فظيعه وفي كره فظيع بينهم هما الاثنين. سبحان الله لما يبقوا تحت بيت سقف بيت واحد بيعيشوا كويس. يعني لان المشكله مش ان ده مسيحي وده مسلم، هم عاملين قصه عايزين يشغلوا الناس بيها عشان خاطر الناس تفضل تحارب في بعض، تفضل تحارب بعض، وده يكره ده ده يكره ده، وتنسوا بقى خالص حقوقكم وتفضلوا منجرين كانكم ايه، عبيد من الاخر كده. لكن ايام الملك لما كان اقتصاد مصر كان احسن طبعا، كان الاستراتيجي بتاعنا كان بالذهب، وكان شوفوا سعر الدولار ساعتها والعمل الاجنبيه قدام سعر الجنيه المصري كان كام، وراجعوا كانت مديونيه مصر قبل كده كام. اعتقد ان احنا كنا داينين اساسا ناس. وشوفوا بقى الدول اللي حوالينا وكانت قد ايه، وكان وضع المسيحيين والمسلمين واليهود، حتى اليهود كانوا عايشين معانا ايام الملك عادي جدا. كان ازاي؟ ولما بدات الفتنه بقى، طب هنسيطر على الناس دول ازاي؟ لا نقسم بقى، نطلع اليهود بره مصر، احنا مش عايزينهم، مش عايزين اليهود دول، احنا بقى نطلعهم بره خالص، نمشيهم نهجرهم. فضلنا مسيحيين ومسلمين نعمل ايه بقى؟ نقعد نلعبهم شويه، نلعب ده بده ونلعب ده بده، ونقعد نغير ونقعد نعمل، لا انت ما تطلقش، لا انت ما تتجوزش، لا ما تتجوزوش بعض، لا ما فيش حاجه اسمها جواز مدني، لا ما فيش حاجه اسمها طلاق مدني، انت ترتجع لشريعتك وانت تروحي لشريعتك، وانتوا تخبطوا في بعض وحرقوا في بعض، وخلي البلد كده تولع، والناس مشغوله بان هي مسيحيين بيحاربوا مسلمين، وسايبين البلد واقتصاد البلد وسعر الدولار والمديونيه والجوع والفقر والبطاله والتعليم والصحه والبيئه، سايبين كل الملفات دي تنزل 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 تنزل. واللي سكيلد قوي واللي يقدر ان هو يذاكر ويهاجر ده يبقى ربنا بيحبه بقى، اللي معاه فلوس، اللي يقدر يذاكر لغات ويكون تعليمه عالي جدا، ويجي يبتدي هنا من الصفر فروم سكراتش ويعادل شهادته ويبتدي ان هو يشتغل، ان ينفض من حاجه زي كده. لكن بقيه الناس اللي قاعده في مصر اللي لا حول ليها ولا قوه، اللي التعليم فيها اتبهدل، اللي مضطره تخش مدارس عاديه او مدارس حكومه ما فيهاش لغات، العيال بتطلع من الانجليش بتاعها زي الزفت، ما فيش اي كومبيتيشن، ما فيش سكيلز خالص. الطفل بيطلع مدارس تعليم سيء جدا، اديوكيشن سيء، لو اهله معهوش فلوس يدخلوه انترناشونال او حتى ناشونال سكول بياخد فيها لغات فروم كي جي، هيطلع بالعربي، ولا عارف يكتب عربي كويس، ولا عارف لغات، السكيلز بتاعته زي الزفت، ياخد شهادات زيها زي اي حاجه، يستنى بقى في البطاله ما يعملش اي حاجه. وانتوا شايفين حواليكم في مصر، وانا بشوف في الافلام وشايفه في الفيديوهات مستوى الناس حتى في الشارع حتى مش عارفين يتكلموا عربي، يعني مش هقول بيتكلموا انجليش وفرنساوي مش عارفين يتكلموا عربي. العربي بتاعهم ده مش عربي، يعني ده محتاج قاموس، محتاج مترجم. فالهدف من ده ايه كل ده؟ ان انت يخلوك ايه، مشغول في قضيه وهميه عشان تفضل بقى ايه، ما تطالبش بحقك وما تطالبش بحقوقك وما تطالبش باي حاجه، تفضل كده عبد مربوط في سقف. والناس كل حاجاتها بتضيع، مدخراتها بتضيع وفلوسها بتضيع وقيمتها بتقل، وعايشين في ذل وعايشين في مهانه. وواحد يبقى ماشي، ممكن واحد يكون متعلم وابوه واهله صارفين عليه ودكتور محترم يقف في لجنه امين شرطه يسكعوا على قفاه هات رخصك، انت ما تقوليش انا مين، انت مش عارف انا مين. مفيش احترام، مفيش قانون يجيب له حقه. كلمه اشهر جمله في مصر، انت مش عارف انت بتكلم مين. ايه مش عارفك؟ يعني مفيش حاجه اسمها تمشي في قانون. يعني انا ممكن امشي اتعرض للاهانه في اي وقت،
اتعرض للتحرش في اي وقت. بالظبط. يعني حاجات انا شايفه ان الناس اللي بتطلع تتكلم، يعني عشان كده انا بلوم على اي حد عامل صفحات للهيت سبيتش، سواء كان مسيحيين او مسلمين. الاثنين بالظبط، هم الاثنين زي بعض، هي عباره عن عمله ليها وجهين. عمله ليها وجهين، ولا انا ده ولا بحب ده ولا بحب ده، ولا هقول على ده مظلوم ومسكين وده مظلوم ومسكين. كل واحد هو اللي عمل في نفسه كده، كل واحد هو اللي عمل في نفسه كده، وهو اللي وصل للمرحله دي. واي ظلم وقع على المسيحيين وسكتوا عليه، هم مشتركين في الظلم ده، هم مشتركين في الظلم ده، لان هم ما اتكلموش وما قالوش لا. فما يجوش يعيطوا ويشتكوا ويقولوا بس احنا مضطهدين. انت ما اتكلمتش، انت ما اتكلمتش، ما قلتش حاجه. ماشي. ف يلا، ده فيديو بسرعه وانا هنزله على اليوتيوب وبحط اللينك برضه على القناه. يلا سلام.